مؤتمر للتغيرات المناخيه. المؤتمر ده بعنوان بعنوان قمه المناخ 2022، ولازم تكون عندك درايه بالتغيرات المناخيه وتربطها بمنهجك الدراسي. تمام كده. اول محور معاه مجموعه فرسان التاريخ مدرسه قصر ليث الحروم، والمحور الاول وهو عوامل قيام الحضاره المصريه. تعالى. العوامل الطبيعية: نهر النيل، مطر مثل جغرافي متميز، المناخ، تنوع الثروات المعدنية، العوامل البشرية، الجيش القوي، الوحدة، إقامة حكومة مركزية، كفاح مثل قليل وجودة متواصل. شكرا. في محور نهرنا الخارج هيتكلم النهر النيل. تعالى اتفضل. ايه؟ نهر النيل أطول نهرين العالم، شارك فيها الزراعة كل 6670، أمر على 11 دولة أفريقية منهم مصر. تمام كده. في محور نهر النيل. يجي بقى محور خاص بالتغيرات المناخيه وهو محور هام. اتفضلوا. جميل جدا. نسيم ايه؟ البحر. يجي بقى على محور اخر وهو النباتات الطبيعيه في مصر. النباتات التي تنمو تلقائيا دون تدخل الانسان في زراعتها، مثل الخضار والتنشف. شكرا. في محور هام النباتات الطبيعيه في كل شيء متعلق بالتغيرات المناخيه. محور اخر وهو الانقراض. اتفضل. الانقراض هو اختفاء انواع او صنف من الحيوانات او النباتات بشكل كامل من الطبيعه. برافو عليك. محميات. تعالى. ايه هي المحميات؟ جميل. ولازم نحافظ على المحميات الطبيعيه في مصر. يجي على محور اخر بقى وهو التنوع البيولوجي، مهم جدا في دراسه التغيرات المناخيه. تنوع الحياه النباتيه والحيوانيه على كوكب الارض وتنوع البيئات التي تعيش فيه. جميل جدا. التنوع البيولوجي دي مرتبط بالسلسله الغذائيه للانسان. يجي على محور اخر وهو السرطان، هي خطوط نارية تقع في شمال الكرة الأرضية وتؤمن في تعزيز المواد. برافو عليك. مدار ايه؟ نيجي بقى على محور اخر والفيلم. المحور اخر ماشي. ما يجي عوامل قيام الحضاره المصريه. نيجي محور اخر. الموقع الجغرافي هو موقع بالنسبة لليابس والمياه. ماشي. موقع ايه؟ جغرافي بالنسبه لليابس والمياه. يجي بقى على محور خاص بالتغيرات المناخيه وهو تعريف المناخ. لازم تكون عندك درايه بتعريف ايه؟ المناخ. اتفضل. جميل جدا. يجي يا اولاد على مظهر من مظاهر الحياه وهي الدلتا. الدلتا ما كانش فرعين بس، كانت عده فروع. هنعرف معنى الدلتا ايه؟ الدلتا هي عبارة عن مرتفعات تصل في الشمال ورأسها في الجنوب. شكرا. دي تعريف ايه الدلتا. يجي بقى الموقع الثالث. اتفضل. الموقع الثالث هو بالنسبة لخطوط الطول ودوائر الأرض. دوائر الأرض تحديد الأماكن شمالا وجنوبا، أما خطوط الطول تساعد على معرفة الوقت. جميل. في الموقع الثالث في دراستنا. تمام. يجي بقى على الكلمه ايناس وهتكلمنا على موضوع مهم. اتفضلي يا ناس. تعالى موقع مصر الجغرافي